عمرك جربتي تعملي كباب حلة بس بالفراخ؟ الطعم خطير واسهل بكتير من اللحمة. يلا بقى نشوف عملناه ازاي. معنا الطاسة بتاعتنا على البوتاجاز، حطينا فيها معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة. بعد كده بقى هننزل معانا بفراخ متقطعة مكعبات، صدر فرخة او من الوراك، اي حاجة مفيش مشكلة. هنبتدي بقى نحمر معانا الفراخ كده. اول ما تاخد لون بنقلبها على الجنب التاني لحد ما تحمر معانا. بعد كده بننزل بالتوابل، عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا، وهنقلبهم كده مع الفراخ. وبعد كده هننزل بفصين من الثوم متقطعين، هنحمرهم مع الفراخ كده بالشكل ده. وهنا كانت الفراخ بتاعتنا جاهزت واحمرت، هنبتدي بقى نخرجها كده من الطاسة. وفي نفس بقى الزيت والسمنة دي معانا بطاطس مقطعينها مكعبات، اي كمية طبعا بتحبيها هنحمرها برضو. وهنا البطاطس كانت احمرت معانا وبقت بالشكل الجميل ده، هنخرجها برضو كده من الطاسة بتاعتنا ونروح بقى نجهز الطاجن. اول حاجة هننزل بالفراخ اللي احنا حمرناها وتبلناها، وبعد كده معانا بصل شرايح، وهنا معانا فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل حامي، لو مش حابه الحامي ما بلاش تحطوش. ومعانا برضو هنا طماطم متقطعه. هنقلب بقى كده المكونات كلها مع بعض والخضار كده مع بعضه. بعد كده بقى هننزل بالبطاطس. بعد كده برضو هنتبله تاني بملح وفلفل، وكده هيكون معانا الطاجن بتاعنا بقى جاهز، عشان ان شاء الله هندخله بقى في الفرن 10 دقايق بالكتير وهيبقى الطاجن بتاعنا جاهز. وهتاكلي احلى طاجن كباب حله بالفراخ. بعد كده بقى هننزل بباقي الزيت والسمنه اللي كان معانا في الطاسه على وش الطاجن كده. وبعد كده هننزل بنص كوبايه من الميه، وبكده هيكون الطاجن بتاعنا خلص. هنحطه بقى في الفرن، وده شكله معانا بعد ما خرج من الفرن. احلى طاجن كباب حله بالفراخ هتدوقيه في حياتك، سهل وبسيط وخفيف، ينفع معانا بقى في الغدا وفي العشاء وفي اي وقت. جربيه بقى وان شاء الله الوصفه دي تعجبك. يلا بقى كده نغرف ونشوف الجمال اللي احنا عملناه. بصراحة تحفة وخفيف ومش مكلف ولا متعب، مش هياخد معاكي وقت خالص، وهتدوقي احلى طاجن كباب حلة بالفراخ عملتيه في حياتك. يا رب ان شاء الله الوصفة تنال اعجابكم، ومن عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.